نشرة إنذارية من المستوى الأحمر غدا بالمغرب. أمطار رعدية ورياح قوية ستضرب هذه المدن. وفي التفاصيل، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار وأمطار قوية أحيانا رعدية مرتقبة من الأحد إلى الاثنين بعدد من أقاليم المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر أنه من المتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار من 100 إلى 110 كيلومتر في الساعة يوم الأحد من الساعة 5 صباحا إلى 5 مساء بكل من أقاليم الصويرة وأسفي وشيشاوة والجديدة وسيدي بنور. وتتوقع المديرية الظاهرة ذاتها من مستوى يقظة برتقالي من 75 إلى 90 كيلومتر في الساعة بكل من الحوز واليوسفية يوم الأحد من الساعة 5 صباحا إلى 5 مساء و75 إلى 95 كيلومتر في الساعة في كل من النواصر والمحمدية وبن سليمان ومديونة والدار البيضاء وبرشيد والفقي بن صالح وخريبقة وسطات ومراكش والرحامنة وقلعة سراغنة والصخيرات وتمارة والخميسات والرباط وسلا وسيدي سليمان ومكناس والحاجب وسيدي قاسم، وذلك يوم الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 8 مساء. كما تشمل هذه الظاهرة من 75 إلى 100 كيلومتر في الساعة أقاليم المضيق وتطوان والحسيمة والقنيطرة والعرائش وشفشاون وفحص أنجرة وطنجة وأصيلة، وذلك من الساعة 2 زوالا إلى منتصف الليل. وتتوقع المديرية في نشرة من مستوى يقظة برتقالي تساقط زخات مطرية قوية أحيانا رعدية من 30 إلى 50 ملم في كل من شفشاون والعرائش وتطوان من الأحد في الساعة 5 مساء إلى الاثنين في الساعة 6 صباحا.